يا مساء الخير وصباح الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم في الفيديو. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفه جديده وفيديو جديد، وزي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض العسل والسكر ده بتاع النهارده هنعمل مع بعضينا صينيه بسبوسه، بس بجد طعمها كان رهيب بامانه. شكلها سر التسويه بتاعتها زي ما انتم شايفين. كلنا طبعا بنحب نعمل بسبوسة ساعات، بس انا واحدة من الناس اللي مش بتفق قوي مع السميد اللي هو السايب. فدايما بحب ان انا اعمل الاكياس الجاهزة، بتبقى بحس بصراحة ان هي بتريحني وبتطلع معايا دايما حلوة ونتيجتها حلوة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا بحب قوي البسبوسة بتاعت الاكياس لان بحبها دايما مرملة وبتبقى طرية احسن من السميد السايب. انا بصراحة ما بحبوش قوي، وبمعنى صح انا مش بيبقى حلو معايا، فعشان كده دايما بحب اعمل الاكياس بطريقه سهله جدا وبسيطه، نتيجتها حلوه وكمان بتبقى طريه ومرمله. انا بحب بسبوسه الاكياس زي ما قلت لكم. بصي كده بتبقى طريه وحلوه بامانه، كان طعمها رهيب وريحتها كانت رهيبه. ربنا يبارك عملناها، عايزه اقول لك الصينيه ربنا يبارك، يعني حاجه كده عسل. لو عملتيها بنفس الطريقه بجد بوعدك عمرك ما هتبطلي نفس الطريقة، وكمان هيشكروك عليها قوي لان بيبقى طعمها احلى واجمل وانضف من بره وتسويتها حلوة ولونها جميل بالشكل ده. بصي بقى، ناس كتيرة قوي بتحب تعمل البسبوسة بتاعة الأكياس، بس ساعات بتنشف منها وفي ساعات بتفك منها أثناء التسوية. لكن النهاردة نعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وزي ما انت شايفة البسبوسة بتاعتنا طرية وحلوة وكمان مش متماسكة مش مفرولة. انا بس اللي بحب كده زي ما انتم شايفين افركها او اكسرها بالشوكة، لان انا بحب اكل البسبوسة بصراحة بتبقى بالشكل ده. بصي هي قطعة بقطعة او تحب تفككيها كده. انا بحب قوي افك البسبوسة، او عايزة اوريكي ازاي هي طرية ومرملة. بصي طرية جدا ومرملة جدا وطعمها زي العسل. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسينيش في تعليق منك وكمان اعجاب على الفيديو. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة يلا بينا نشوف مع بعض بسبوستنا الحلوة ومكوناتنا وطريقة التحضير سريعا. يلا بينا. طيب اول حاجة هنبدأ بيها وهو الشربات. انا هعمل كيسين من البسبوسة، هكلمك عن مقدار كيس واحد بس. انا حطيت عندي هنا 3 كوبايات من السكر زي ما انت شايفة بالشكل ده. لو هتعملي كيس واحد هتحطي 1.5 كوباية من السكر بس، على حسب ما تحبي التحلية بتاعتها. بصراحة هي كانت مسكرة شوية، بس المظبوط عليها قوي 1.5 كوباية من السكر على الكيس. فانا عاملة مقدارين، ضفت 3 كوبايات من السكر، هضيف عليهم 3 كوبايات من المية. تمام بالشكل ده اهو، يعني كل كوباية مية بتاخد كوباية سكر عشان تعملي السيرم او شربات يكون تقيل شوية. ده شربات البسبوسة. بعد كده بضيف عندي نص ليمونة، وبضيف عندي شوية فانيليا كده صغيرين على سنة المعلقة. هقول تاني، لو هتعملي كيس واحد بتضيفي عليه 1.5 كوباية من السكر على 1.5 كوباية من المية، عصرة ليمونة، كيس فانيليا، وبنرفعهم على نار ونسيبهم نغلي خالص عادي لمدة 10 دقايق، وبنطفي لان شربات البسبوسة بيبقى خفيف. مش فارق بقى تعمليه قبل او بعد. طيب بعد كده هنشوف مع بعض نوع البسبوسة او نوع السميد اللي احنا هنشتغل بيه النهارده. بصوا بقى يا جماعة، مرجيز دي احلى نوع انا كنت بحبها طبعا بعد حلو الشام. يعني انا حلو الشام في نوع اسمه حلو الشام بحبه جدا، لكن مرجيز دي حلوة جدا. فانا النهاردة هعمل 2 كيس من البسبوسة. لو انت هتعملي كيس واحد هتفضي عندي، انا هفضي 2 كوباية من الزبادي. يبقى انت لو هتعملي كيس هتفضي 1 كوباية بس من الزبادي بلدي. لو ما عنديش زبادي اعمل ايه يا ايمان؟ هنحط 1 كوباية من اللبن. تمام. احنا بس هنحوش كده معلقة زبادي، لانه في حد بيحب الزبادي البلدي او عندي فقال لي خلي لي معلقة زبادي، مش هتفرق معلقة يعني. بعد كده هنا عندي 1 كوباية من السمنة مدوباها او مفككاها بالشكل ده. خلاص، حابة انت تضيفي السميد على السمنة على السميد مفيش مشكلة. طيب احنا هنا بقى مش هنلتزم قوي بالمعلومات اللي هي مكتوبة على ظهر الكيس او الطريقة بتاعة التحضير. بصي دي طريقة طبعا لو مشيتي وراها هي غلط خالص، فاحنا نعمله بالطريقة البسيطة. بمسك كده الزبادي مع السمنة وبضربهم جامد قوي بالشكل ده. يا سلام بقى لو عندك 4 معالق عسل نحل، تحفة بجد تحفة. ضربنا السمنة مع الزبادي بالشكل ده. وبعدين ضفت عندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر بالشكل ده. لو انت هتعملي كيس واحد بتضيفي نص معلقة صغيرة بس من البيكنج باودر. هو بصي السميد ده بيبقى فيه البيكنج باودر بتاعه، فيه السكر، فيه فانيليا، فيه كل حاجة، بس احنا بنحسن شوية صغيرين بالبيكنج باودر اللي احنا بنضيفه عليه.
فيبقى الكيسين ضفت عليهم معلقة صغيرة من بتاعة الشاي اللي هو البيكنج باودر، وهبدأ ان انا اقلب بالشكل ده. خلاص مفيش اي مشكلة خالص ان انت تحطي السميد على البسبوسة عادي خالص، بجد مش فارقة، كلها خطوات سهلة وبسيطة وما بتفرقش صدقوني في الطعم، كلها زي بعضيها. بس انا بحب اضرب الزبادي دايما مع البسبوسة، بحس ان هو بيديني كريم قوامي حلو جدا كده للعجينة. خلاص بدأت كده انا بس بقلب مش بعجن، انا بقلبها بجيب اللي تحت فوق، بحيث ان انا ايه اشرب كل السميد. بصي عجينتها طرية وحلوة ازاي. هقول تاني، لو ما عندكيش زبادي بلدي ممكن تضيفي لبن عادي، مفيش اي مشكلة خالص، بتبقى برضو حلوة وبتبقى جميلة. خلاص كده عجناها بالشكل الحلو ده. بعد كده بجيب عندي الصينية بتاعتي، عشان دول كيسين فانا هعمل صينية كبيرة، انا دايما بعمل كيسين بسبوسة يا جماعة. جبت عندي الصينية هنا بالشكل ده، وكنت بشوف لكم المقاس بتاعها. الصينية دي مقاسها 34 مقاس الصينية دي. خلاص اهو بعد كده هفرد فيها، يعني دي الصينية بتاعت البيتزا اللي هي اكبر واحدة فيهم، يعني دي بتبقى اكبر واحدة، وهبدأ ان انا افرد فيها العجينة بتاعتي كلها بالشكل. طبعا دهناها دهنة من السمنة حلوة قوي زي ما انتم شايفين، دهنة سمنة، ما دخلناش زيت خالص يا جماعة في البسبوسة، بدهنها كده الدهنة الحلوة زي ما انتم شايفين، وده بقى اللي بيساعدني ان هي تخلع معايا. طب لو انا عايزة البسبوسة يا ايمان تطلع قطعة متبقاش طرية ومفككة، بص حبايبي يعلم ربنا، انا بطلعها من الفرن بس بسقيها بالشربات على طول، وببدأ ان انا بس بسيبها لمجرد ما هي تشرب الشربات وتبرد، ما بتكملش ساعة بناكل منها بصراحة. لكن انت لو عايزاها تجمد وتبقى قطعة معاكي كده، دخليها التلاجة شوية هتطلع معاكي قطعة، وصدقوني البسبوسة بعد ما بتبرد بتبقى قطعة. بعد كده بفرد زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، وبسوي بقى وشها بمية او بسمنة او بزيت، اي حاجة. المهم ان انت تسوي وش العجينة هتخليها شكلها حلو، سمنة زيت اي حاجة. بعد كده بجيب عندي هنا لوز مقشر، لو انت بقى عايزة تحطي فول سوداني، عايزة تعمليها سادة، عين جمل، مفيش اي مشكلة، المتاحة عندك حطيه. طيب بالنسبة بقى للتسوية بتاعتها، انا كنت مولعة لها الفرن على درجة حرارة 160 في الرف الوسطاني قبلها كده بحوالي 10 دقايق عشان تسخن حلو، وندخلها على فرن سخن. على فكرة اي نوع حاجة بتخبزيها في الفرن سواء كانت معجنات او حلويات او مخبوزات، بس تسخني الفرن قبليها بشوية، هو ده بيديك النتيجة حلوة جدا، وما بتبقيش محتاجة ان انت تولعي شواية تانية خالص، لان لما بتبقى الفرن سخنة بتضرب السخونة في الحاجة فوق وتحت وبيبقى بالشكل ده. بعد كده انا زينتها بالمنظر ده، وزي ما قلت لكم هدخلها في الفرن على درجة حرارة 160. بعد ما بتطلع انا طبعا بديها وش، هي بتاخد بس لمجرد ما بتخش الفرن بتاخد الجوانب بتاعتها بتحمر، وبعدين بولع عليها الشوايه. لو خدتوا بالكم الصينيه خلعه من حوالين داير، مش لازقه في الجناب خالص، وده يرجع دهنة السمنه الحلوه. نزلت عليها بكل الشربات بالشكل ده على طول، خدت الشربات بصراحه كله. بغطيها بقى يا اما بصينيه يا اما بغطا حله كبير باي حاجه، بحيث ان انا اقفل عليها خالص ما يبقاش فيها حته باينه. صدقوني صدقوني ما كملتش ساعه وكلنا منها. طبعا انا حسيت ان الغطا ده صغير فغطيتها بصينيه اكبر شويه، عشان عايزه البخار بتاع الشربات او بتاع البسبوسه يكتمها، ويبقى ده شكلها بجد رهيبه وطعمها كان رهيب. اتمنى كلكم تجربوها. شوفي بقى انت لو جبتي صينيه من بره هتجيبيها بتمن قد ايه، لكن احنا بتمن كيسين في بيتنا عملناها احلى وانضف واوفر من بره بكتير. اشوفكم على خير، وصفه جديده وفيديو جديد.